علامات تدل على إنك شخص نوراني أو أنت معاك قوة نورانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي وحبيبي وقرة عيني يا رسول الله. النهاردة عنوان الفيديو 8 علامات تدل على إنك نوراني أو معاك قوة نورانية. يعني إيه قوة نورانية؟ صحبة نورانية صالحة. العلامات بتؤكد إنك شخص طيب وربنا بيحبك وسايبها على الله. أول علامة واللي هي وجود نور حواليك، يعني حتى لو الإضاءة مش قوية دايما حاسس إن الدنيا منورة حواليك. مش ضروري إن اللي حواليك كلهم يكونوا حاسين نفس الإحساس. عندك إحساس إن الإضاءة واضحة والألوان ساطعة ومختلفة جدا. أحيانا تبص حواليك وتلاقي الألوان جميلة واضحة جدا وكأنك بتشوف بعين تانية. تاني نقطة حب الطاعات. الشخص ده بيحب الطاعات وحريص جدا عليها، الصلاة والأذكار والتسبيح. ده غير خشوعه في الصلاة خشوع غير عادي، وأحيانا كتير وهو بيصلي يحس بقشعرة في جسده. مش بيعمل الطاعات علشان بس إنها واجب عليه، لا ده حاسس بالحب والراحة وهو بيعملها. تلاقيه منتظر من الأذان للأذان اللي بعديه، بيقوم وهو مش كسلان، عايز يجري عشان يقابل ربنا. تالت نقطة واللي هي وضوح الرؤى. يعني ايه وضوح الرؤى؟ يعني الحلم اللي بيحلمه بيتحقق. لا وكمان ممكن الرؤية اللي يشوفها بالليل تصبح تتحقق تاني يوم بنفس النص. كمان بيجيله كشوفات منامية واضحة، سواء كان لنفسه أو لناس حواليه، عن أسحار وعن أعمال وعن ناس بتأذيهم. يعني ممكن يحلم بحاجة تخصه وقت ما تتعمله، سحر يعني أو عمل، أو تخص ناس حواليه. رابع نقطة واللي هي إنه بيحلم بسيدنا محمد أفضل الصلاة وأتم التسليم عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. ممكن يحلم بيه مرة أو 2 أو 3 أو أكتر. بيجيله في المنام يبشره ويضحك له، أحيانا يديه حاجة. الشخص ده بيحب الرسول جدا، متعلق بيه لدرجة البكاء، لدرجة إنه لو سمع أي حاجة بتحكي عن نبينا بيبكي على طول، سواء كان وصفه أو أذى اليهود ليه أو تعبه في الدعوة الإسلامية أو مواقفه مع الناس أصحابه وأهل بيته. يبكي لمجرد إن هو نفسه يزوره ويلمس قبره الشريف. والعلامة دي بالذات بتخليه يبقى معاه روحانيات من محبين آل البيت، وهي روحانيات قوية جدا، روحانيات ذكر ومحبة ودفاع عنك وتقويم ليك. رقم 5 طهارة القلب ونقاؤه من الحقد والحسد. بيكون شخص على الفطرة، مش شغلاه الدنيا ولا شغلاه الناس اللي بتعلى، ولا فارق معاه الدنيا بأسرها، وكأن ده مش مكانه. بيدعي الأشخاص من دون ما يعرفوا. يعني لو حد قاله إن فلان عنده مصيبة حتى لو ما يعرفوش تلاقيه بيدعيله. لو حد توفى وهو ما يعرفوش برضه بيدعيله. لو حد عالي في المقام والثروة بيدعيله بالزيادة. لو عدى على أي مقابر حتى لو ما يعرفش الناس دي أو مش من البلد دي أصلا بيدعي لهم بالرحمة والمغفرة. الشخص ده دايما راضي، دايما بيحمد ربنا على اللي عنده، بيحمد ربنا في السراء والضراء، مش شغلاه الدنيا ولا شايل هم الرزق. رقم 7 دايما مستعد للموت. يعني مش زعلان من فكرة الموت، مستنيه في أي وقت وأي مكان. كل اللي شغله إن يا رب لما أموت خدني على عمل صالح، خدني على أحسن أعمالي. والله إن أعرف ناس إنه هو خارج من بيته بيلبس أحسن حاجة ويقول عشان لو مت على الطريق أبقى في أحسن حالاتي. مش شغلاه الدنيا ودايما عنده إيمان إن اللي عند ربنا أحسن بكتير. راحة ورحمة وحياة ملهاش حدود، ملهاش حدود في السعادة والطمأنينة الدائمة. رقم 8 في وجهه نور. أول ما تبصله عينك تقع على وشه تلاقيه بيضوي منور حتى لو ما كانش أبيض. طالع من وشه ضي غريب، تحس براحة وانت بتبصله، تحسه على الفطرة وتحسه مريح جدا، مش محتاج يتجمل لأن نقاؤه باين في وشه. في النهاية أتمنى يا رب نكون كلنا عندنا الصفات دي، حتى لو ما كناش نورانيين. ايه المشكلة ان نبقى على نفس المستوى؟ نحاول نبقى رائعين دايما وعلى الفطرة، ما يشغلناش بس غير رضا ربنا. أتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم. لو عجبك الفيديو اعمل اشتراك وفعل الجرس وسيب لي كومنت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.